فريق وداد السمارة يحصل على التعادل. محاولة هلالية على مشارف منطقة وداد السمارة، ما كيسجلش حمزة الجزائري. هدف 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 هدف. الحكم اعتقد بأنه كيرفض هذا الهدف. الحكم كيرفض هذا الهدف، كيرفض وكتقد ليه الجوج الجوج. هذه الدقائق التعادل، زوج مقابلة قوية بين الفريقين وداد الناظور ووداد السوارة. إلى الناظور وداد السمارة. الكرة الآن عند فريق وداد السمارة. وداد السمارة ليس في أحواله الموسم. في المواسم الماضية كان يتصدر ترتيب البطولة الوطنية القسم الممتاز، ولكن هذا الموسم فهو لا يوجد في المراتب الأولى. رمية جزاء بين وداد السمارة وداد السمارة وداد السمارة رمية جزاء قدمنا فائدة وداد السمارة. بداية مشجعة للهلال، ولكن الآن بدا كيتراجع. التراجع يعني في الموسم صراحة ماشي في الموسم، ولكن المقابلة في بدايتها. المقابلة بين اللاعب الجزائري حمزة والموزع. حمزة جميع الكرات تأتي إلى حمزة. يا حمزة. الكرة الآن عند فريق الهلال. تمريرات لأجل البحث عن المنافذ. والخطأ لم يتمكن الكرة ديالو. هجمة مضادة لوداد السمارة. وداد السمارة في البداية أنه جس النبض، ولكن بعد ذلك الآن بدا كيتحكم في مجريات الأمور. الكرة عند وداد السمارة. الحكم لم يقل شيئا. وداد السمارة، ولكن الدفاع لحد الآن صامد. دفاع الهلال صامد. حكم الخطأ إلى وداد السمارة. يسجل وباغت المكاني كيسجل الهدف 2-4 من 2-0 إلى 2-4. ماذا يحدث في هذه البداية؟ لفريق الهلال الرياضي لكرة اليد. فريق الناظور انهزم قبل قليل. الناظور كرة القدم نزاعات لولاد السمارة. الهدف يتقدم الفريق الريعة من هذا اللاعب المتميز الهلالي. 3-4 12 دقيقة من الجولة الأولى. دائما تقدم لوداد السمارة بعدما أن كان هناك تقدم للهلال. الكرة الآن غلبة لولاد السمارة بفارق هدفين. أنا الكرة عند الهلال حمزة الموزع. أكيد أنه يعني كان فرصة، لأن ولاد السمارة كما قلت لكم ليس في أحسن أحوال هذا الموسم. بإمكان الكتيب الهلالي أن تكسب هذا اللقاء، ولكن هناك أخطاء فردية في البداية لفريق الهلال. الموزع حمزة. الكرات بين لاعبي الهلال في هذه البداية. حمزة كيسجل 4-5 لفائدة الغلبة لفريق وداد السمارة. 4 الهلال 5 لوداد السمارة. بإمكان الهلال أن يكسب اللقاء.
وداد السمارة وداد السمارة وداد السمارة، ولكن دفاع متمكن للهلال واحتجاج المدرب الجزائري. كما الكرة التالية لاعبي وداد السمارة لاعبي كسجل هناك فراغ في التغطية، هناك فراغ في التغطية وتاع الكرة 4-6 جوج ديال النقاط كفارق و14 ديال الدقائق اللي كتمر على الجولة الأولى. الغلبة لوداد السمارة من الفرق القوية، سبق لها أن مثلت المغرب في المحافل العربية والدولية. حمزة الموزع الرئيسي في وسط ميدان التركيبة البصري فريق هلال الناظورة لكرة اليد. جمهور القاعة فارغة، ولكن شوف يعني الكرة كانت عالية. حكم المقابلة متوقفة لخطأ تقني ما. عند حكام الطاولة اللقاء متوقف. أعتقد بأنه هناك تغيير اللاعب. الكرة وداد السمارة 4-6 دائما وداد السمارة. تبادل الكرات بين اللاعبين، محاولة ولكن تدخل رائع من أسد شباك عماد بركان. فرصة هلالية روعة من هداف الهلال. هدف جميل جدا لهذا اللاعب الهلالي. الكرة كان الفارق هدف واحد كما أسلفت الذكر. هلال الناظور بإمكانه كسب اللقاء لأن ولد السمارة القوي ليس في أحسن أحواله هذا الموسم. كرة تعود فرصة جميل جدا لفريق الهلال في عدل الكفة. أهداف جميلة، ولكن مع الأسف الشديد القاعة فارغة. ربما أنكم تشاهدون المدرجات فهي فارغة تصفر صفيرا. المدرجات القاعة المغطاة، ولكن عن اللقاء فهو جيد للغاية. أهداف رائعة هلالية. الكل صراحة أتمنى إعادة هذا اللقاء ورؤية أهداف المسجلة لفريق اللاعب الأسمراني كيخدع البركاني. وتعود الآن الغلبة لوداد السمارة 7-6. وداد السمارة متقدم ب7-6. 17 ديال الدقائق. الكرة الآن حمزة الموزع الرئيسي للهلال. حمزة يريد أن يخترق دفاع وداد السمارة.
الحسيني الحسيني يعتمد عليه هدف جميل جدا للحسيني. تعادل السمارة وداد السمارة وداد 7-7 وداد السمارة والكرة 18 دقائق وداد السمارة كرة تعود حمزة صراحة الآن بدأ الهلال يصحو وينتعش. أداء جميل جدا للهلال، أداء جميل جدا لفريق هلال الناظور لكرة اليد. توزيعات كروية، الموزع هو حمزة الجزائري، لاعبين من الجزائر بزوف فريق هلال الناظور لكرة اليد. إليك يا حكم الحسيني، ولكن الكرة تعود مرة أخرى. حمزة دع الكرة مرة أخرى لحمزة الموزع يريد أن يخترق. كيسجل 8-7. الآن الغلبة لفائدة الهلال، تعود الغلبة الآن لفائدة هلال الناظور لكرة اليد 8-7 أمام الفريق القوي وداد السمارة. أمام وداد السمارة الفريق القوي، الفريق الذي سبق له أن مثل المغرب وخطأ بالتسجيل خطأ. كتبقى النتيجة دائما 8-7. ريعة شغل يدير بحسيني الكرة ما تعطاتلوش كما ينبغي. راح مستعد الفنان حسيني، وقت مستقطع. هلال السمارة، هلال الناظور المدرب الجزائري، ولكن كيف ما كانت الاعصاب ديالو، ولكن في صالح الفريق مدرب كفء. بامكانه صراحه، لا يجب على الهلال ان يضيع هذا اللقاء، لان وداد السمارة ليس في احواله كما كانت في السنوات السابقه. هلال الناظور والتعليمات التقنيه للمدرب الجزائري، الطاقم التحكيمي، ومعهم الحكمان كما حكام الطاولة المير والعظم. تعليمات كافية بإمكان الهلال متقدم 8-7. 20 بقت 10 ديال الدقائق. وداد السمارة هو هذا، وداد السمارة الفريق المغربي القوي الذي سبق له أن مثل المغرب على الواجهات العربية والدولية والإفريقية. وداد السمارة فريق قوي يتوفر على لاعبين متميزين. الكرة تعود مرة أخرى لفريق هلال الناظور لكرة اليد. اللاعب الجزائري حمزة، والموزع الأساسي حسيني حمزة. إن الكرة هكذا بإمكان الهلال كما أسف تذكر فهم حسيني. هدف جميل، الروعة. أعتقد بأن الجمهور الذي لم يأتي للمدرجات سيندم كثيرا على غيابه وعلى الغياب على المدرجات وعلى القاعة المغطاة في مدينة الناظور. وتعود الكرة مرة أخرى 9-7. الفارق زوج النقاط لفائدة الهلال. الهلال بدأها متقدما. الكرة الآن هلالية، الكرة الحسيني، الكرة هلالية يا حمزة. صراحة القرآن الهلال بإمكانه أن يدخل، بإمكانه أن يتحكم على مجريات المباراة. 21 دقائق هي المتبقية.
توزيعات كروية. الموزع وهو حمزة. حمزة يا حمزة، شوف مسكوه. أنا إذا ما كنتش قوي أعتقد بأنه يعني لا تلعب كرة اليد. الكرة الآن دفاع صامد، دفاع مستميت، دفاع قوي لبلاد سمارة، ومحاولات هلالية لدينا الكرة هلالية. دقة 21 تقريبا 22 دقيقة، نجي دائما 9-7 فارق هدفين. كرة هلالية بإمكانه إلى مسك وخطأ. الخطأ لفائدة الهلال، خطأ لفائدة الهلال، خطأ لفائدة الهلال، ولكن يخطئ الشباك هذه المرة. حمزة استغل بالكرة، لوداد سمارة. وداد سمارة الفريق الجنوبي، الفريق المغربي اللي يمثل المغرب على الواجهة الدولية. المغرب يمثل المغرب على الواجهة الدولية. فريق قوي جدا. الريعة سد الشباك، فرصة هلالية، ولكن الكرة الهجمة كتمشي الآن، هجمة خطيرة لفائدة وداد سمارة وقتل وداد سمارة، وتعود الكرة هلالية. أسرع. ما كيسش غريبة. لو سجلت الأهداف ضائعة أعتقد بأنه فريق الهلال يكون متقدما بأكثر من هدفين. الكرة الآن لوداد سمارة المتعثر بفارق نقطتين، ولكنه فريق قوي. فهو الآن يبحث عن الثغرات الهلالية. هناك خطأ حسيني البركاني. هنا توزيعات كروية، توزيعات للكتيبة الهلالية اللي بانت صراحة يعني قوية في هذا اللقاء، ولكن نتمنى أن يبقى الفريق قوي إلى آخر رمق من هذا اللقاء تكتيكي. بيشوف المسك وخطأ لفائدة الهلال. 6 دقائق على نهاية اللقاء. 9-7 الفارق جوج ديال الفارق. الماسك الحكم استسقى. ما تقول يا أيها الحكم؟ إذن أعتقد الهدف سجل. الفارق 3 ديال النقاط، وإصابة اللاعب الهلالي المدرب الجزائري. المدرب الجزائري يتفاعل كثيرا مع مجريات اللقاء، لكن قلبه أبيض. 17 الهدف محسوب. اللاعب المصاب وينض سالما معافى. الكرة الآن ستعود إلى وداد سمارة. الكرة الآن ستعود إلى وداد سمارة متعثر بفارق 3 ديال الأهداف. الفريق القوي الهلال أظهر باعه في هذا اللقاء بشكل لافت، هو يخوض اللقاء بحيث وحذر من هذا الفريق القوي وداد سمارة لاعبين متميزين.
وحاول محاولة لولاد سمارة ما كيتسجل الهدف ديال الحكم. يا الحكم ماذا تقول وماذا قرر؟ الحكم يقرر تقييد. الحكم يقرر رميات الجزاء لفائدة ولاد سمارة. الحارس الشاب صراحة فكرة رائعة جيدة، ويسجل اللاعب الاسمراني لولاد سمارة وسجل 18 ولكن الفارق هدفين. نزاعات كروية على صعيد وسط الميدان القاع المغطى. الآن هلالية الكرة هلالية الحسيني. أهداف جميلة جدا، ثلاثة ديال النقاط كفارق و4 ديال الدقائق هي الفاصلة على نهاية الجولة الأولى. تعليمات من المدرب الجزائري، تعليمات كذلك من مدرب وداد سمارة. الحكمين تعليمات تقنية من المدرب الجزائري للاعبين الهلال المتقدم ب 11-8 على فريق وداد سمارة القوي. فريق قوي بكل معانيه فريق وداد سمارة، ولكن الهلال أظهر معه بشكل قوي في هذا اللقاء وكان قويا وكان متميزا على فريق ولاد سمارة. بإمكان الهلال اللهم إذا أضاع اللقاء حسب الأداء فوق بساط القاع المغطى يظهر على أن الهلال بمؤشرات ما يحدث هنا فوق القاع المغطى على أن الهلال سيكسب اللقاء. نحن لا نتكهن ولا نستصغر من وداد سمارة. وداد سمارة فهو فريق قوي، لاعبيه صراحة يتميزون بلياقة بدنية وبقوة هائلة، ولكن هلال الناظور أيضا أعد العدة لهذا اللقاء. خطير اللاعب الأسمراني فهو خطير جدا. 11 كيف ديال النقاط كفارق ديال الإصابات. الكرة إلى الهلال، لاعبين جزائريين يفوزون فريق إلى الناظور. حمزة الموزع، حمزة بمثابة المدرب الثاني. جميلة جدا اللاعب رقم 7، جميلة جدا الذكاء في التعامل مع الكرات في هذه الهجمات الخطيرة لفريق الهلال. هذا الصعود بكرة لوداد سمارة 3 ديال الدقائق أو 2 ونصف على نهاية الجولة الأولى. 27 دقيقة محاولة ولكن أخطأ الشباك الرائعة. البركاني تعليمات للمدرب الجزائري ولعميد الفريق الجزائري حمزة. تشجيعات كروية جميلة جدا. كرة هلالية، حمزة رقم 90
قبل الكرات رائعة، محاولة اختراق، الكرة تعود طويلة وتعود رائعة، جميلة جدا، جميلة الكرة هلالية، وكذا هكذا تضيع هذه الهجمة. الكرة زمارو خطير اللاعب الاسمراني لولاد السمارة. قلت لكم بان فرق ولاد السمارة يتوفرون على لاعبين دوليين في دولهم. اللاعب هناك لاعب اسمراني متميز، هدفاته قوية صاروخية صراحة. اللاعبين الاسمرين هناك 3 لاعبين اللاعبين متميزين في فريق ولاد السمارة. الفارق هدفين. أتمنى أن تبقى الأمور هكذا، أمور التقدم، أمور كذلك الندية. ما كانش الحسيني، ما كانش الكرة. شوف اللاعب الأسمراني خاوي خطير، ولكن الكرة مرة أخرى للهلال، هجمة مضادة. هذا اللاعب رقم 37 13 الكرة. شوف الأداء، نتمنى أن يبقى الهلال هكذا بهذا الأداء اللافت المتوهج الصحيح. هذا اللاعب الخطير، شفتوا هذا 30 أو 13 11